نحب نقولهم لك فيسا تفضل. بمستوى التحسين الثوره. هل القانون هذا اللي قاعد يداولوا فيه في كامل وسائل الاعلام الا حاجه واحده ما انتبه لها حد؟ هو القانون هذا مجعول لحمايه الثوره من السياسيين. نحب نسال سؤال بسيط للحقوقيين الكل، للاحزاب السياسيه الكل، ايش مدخل عون الامن؟ عون الامن هي وظيفه وليس بانتماء سياسي. مانيش عارف علاه انتم مجبودين في تحسين الثوره؟ ادخل شوف الفصول، حتى مانيش عارف، حتى كي يقراوا القانون هذايا يمروا عليه مرور الكرام، يلقى الفصول مليح يا سي فوزي، يلقاو يحكيوا على السياسيين في التجمع اللي كذا اللي كذا، ومن بعد تلقى فصل مسقط للامنيين. علاش خويا؟ ما كفاش يعاون امن محروم حياته كامله معناها المهنيه، ما عندوش حق باش يمارس حياته السياسيه ولا يدخل في اي مجال. تزيد بقى مخرج انت قاعد تحرمه انت بعنوان تحسين الثوره. انا نؤمن بحاجه، القانون لا يعاقب الشخص على جرم مرتين. هناك القضاء قلنا وهناك العداله الانتقاليه. اذا كان فما عون امن اذنب مقاضاته قضائيا والا عن طريق عداله انتقاليه. مانيش فاهم حاجه الامنيه. اذا كان نحبوا نحشوا الناس الكل، انا ما نقول لك حاجه فوزي، اعمل لي ليست اقول لهم في تحسين الثوره، حط الاعلام، القضاء، الصحه، الماليه، واحنا ماشيين في الليسته هذه كل. وكهو علاش انا مانيش عارف استثناء هذايا الامنيين نحصروا فيهم في قانون تحسين الثوره. منك تحب امن جمهوري محايد، ومنك انت تحصر فيه في تحسين الثوره من السياسيين وتحط فيه الامنيين. انت تحاسب وظيفه وليس تحاسب اشخاص. ماذا بينا هذه والترهات هذه تحسين الثوره من امنيين. بعيشكم من فضلكم نحيوا هالفصل هذا لانه مخالف للقانون. نقول على مسؤوليه اتحاد وطني، احنا واضحين، احنا رانا ما نجاملوا حد، نحكيو بصراحه الواقع. هذه الفصل هذا مسقط ما عنده حتى صفه. حاكموا الامنيين اللي يخالفوا عديوا العداله الانتقاليه، احنا معاكم. اما تحط فيا في فصل قانوني نتاع تحسين الثوره من السياسيين ما عنده حتى معنى. نرجع